الشهداء أحياء في قلوبنا. قراراتنا موحدة وهدفنا واحد ونرفع على شمال شرق سوريا. على هذا الأساس هون بتيجي كل سنة عندنا اجتماعات سنوية. شو بس يا كيتي ستار، يا كيتي ستار، يا كيتي ستار كان طبعا بيشمل النساء الكرديات على التوعية. ليش أنا لما حكيت إنه بينظم نفسه بنفسه شلون؟ مثلا لما تكون نساء بالمجتمع أو بالكومين، خلينا نحكي من أصغر وحدة لأكبر وحدة. بالكومين لما تكون النساء مجتمعات وعندهم رأي واحد وفكر واحد وأخلاقهم عالية، معناته هم بهالكومين عم بيمثلوا البلدة، وبالبلدة عم بيمثلوا الناحية، وبالناحية عم بيمثلوا المقاطعة. إنه مؤتمر ستار لما تأسس في 2005 كان ينشر الوعي بين النساء. نحن كلياتنا بنعرف من بداية الكون لحديت الآن المرأة إلها خصوصية وإلها مكانة نفس الرجل، بس عبر الزمان وحسب العقول وحسب تطورات المجتمع والحداثة الرأسمالية هون صار في اختلاف، صاروا يرجعوا المرأة وراء الرجل. طب ماشي، إذا نحن بنفكر معنا كمنزل، يعني رتبة الزلمة شو ورتبة المرأة شو؟ خلينا نحكي من الواقع بالبيت. المرأة لها مكانة أكثر من الرجل، هي المربية، هي عفوا أول شيء هي المنجبة، هي المربية، هي المدبرة لأمور البيت، هي اللي بتأسس، هي اللي بتبعت الأولاد على المدرسة، هي اللي بتنظم كل أمور البيت. الأب كذلك الأمر. بس إذا كانت هاي البنية من الأساس مو مضبوطة، معناته ما في أساس للحياة كلياتها. فمن هون مؤتمر ستار مهامه الأساسية توعية المرأة على عملها. من وين ببلش عملها وليش حكوا انه ميثاق مؤتمر ستار لازم يكون معترف فيه كلياته. نحن هلا رح نحكي عن النقاط الاساسيه لاهداف مؤتمر ستار، شلون بينظم حاله من البلده للناحيه للمقاطعه. اللجان اللي تابعه لمؤتمر ستار، شو هي اللجان اللي تابعه لمؤتمر ستار؟ واهداف مؤتمر ستار شو هي؟ انا حكيت لكم تاسس مؤتمر ستار بال 2005، بال 2005 طور حاله لل 2016 بالمؤتمر السادس. طبعا هون كل سنتين عمل بمؤتمر ستار بصير له مؤتمر. بالمؤتمر بتطلع اجراءات كثيره، بتطلع مثلا شغلات بيكون عليها الراي موحد، الهدف موحد. بالمؤتمر السادس 2016 هون صار اسمه، تغير اسم يا كيتي ستار إلى مؤتمر ستار. ليش صار اسمه مؤتمر ستار؟ هون النساء اللي صاروا شاركوا بمؤتمر ستار من جميع المكونات، بطل يشارك وما فينا نعبر عن رأينا. بس نحن مو هيك، طبعا نحن قراراتنا بتيجي موحدة، قراراتنا موحدة وهدفنا واحد ونرفع على شمال شرق سوريا. على هذا الأساس هون بتيجي كل سنة عندنا اجتماعات سنوية. شو في أعمال بهاي السنة اشتغلناها كلها